الحالي. لكن يعني البرلمان الحالي على تناقضاته وعلى اختلافاته، هل ترى أن البرلمان سوف يقوم بدوره كما ينبغي ويتم وضع القطار على السكة في مصر لتلبية مطالب هذه الفئات وغيرها؟ أستاذ محمود، هل أنت في الاستماع؟ إذن أستاذ محمود الشناوي، أود أن أسألك كما ذكرت عن تعدد الفئات الموجودة في ميدان التحرير، فهي على اختلافها كلها لها مطالب، وكما ذكرنا فإن المجلس الشعب يعني هناك العديد من الخلافات والاختلافات. ألن تؤدي هذه الخلافات إلى التأثير على الاستجابة لمطالب الفئات المختلفة من الشعب المصري؟ لا طبعا، هو الاختلاف رحمة يعني، ولكن أن يراعى فيه الأصول والتقاليد، وألا تتحول ديكتاتورية الحزب الوطني إلى ديكتاتورية أغلبية هي التيار الإسلامي. يعني لاحظنا منذ اليوم الأول بعض المشاحنات حول رئاسة البرلمان وحول رئاسة بعض اللجان، مما أدى إلى تأجيل التصويت عليها. لاحظنا أيضا أن هناك تحشد كبير للإسلاميين وخاصة الإخوان المسلمون الذين فازوا بأكثر من 47% من الأصوات. هذه هي الخطورة الحقيقية، أن يتحشد هؤلاء ويتمترسوا ليكونوا ديكتاتورية للأغلبية الإسلامية ويبعدوا عن الشارع الذي فيه من انتخبهم وفيه من لم ينتخبهم. أما مسألة المطالب الفئوية، طبعا هو هذه الثورة عيد لكل المصريين وموسم للمطالبة. هذا الشعب الذي حرم من المطالبة بحقوقه عشرات السنين. أشكرك أستاذ محمود الشناوي، وأعود إلى وليد أحد الشباب المعاقين بميدان التحرير. أهلا وسهلا.